ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله تورته. هنسميها تورته الموكوسين. او تورته المتفزلكين. هقول لكم ليه وكل حاجه واحنا بنشتغل مع بعض. هنعمل كمان كب كيك سهل جدا وفي 5 دقايق كده هيكون جاهز معاكي. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت في بولة العجان 4 بيضات. ال4 بيضات دول بحط لهم 375 جرام دقيق سبونج لو هيتعمل فانيليا. لو هيتعمل شوكولاتة بشيل 25 جرام واحط مكانهم كاكاو. حطيت معلقة صغيرة مليانة محسن جل، وبحط نص كوباية مية عشان الكوباية اللي قدامي دي صغيرة مش كبيرة. طبعا البيض حط عليه فانيليا وبضرب المكونات مع بعض لمدة 6 دقايق. وبعد كده هحطهم في صينيتين. هو المقدار ده أنا باعمله في صينية مقاس 18، بس أنا عايزة أعمل شكل الفستان. فعلشان كده هاخد الصينية اللي هي الهاف بول دي. هي مقاسها 20. والصينية التانية دي مقاس 18، فهقسم المقدار ما بينهم هما الاتنين. طبعا الكيك مش هيكون مغطي الصينية أو مش هيكون كامل في الصينية، علشان كده مش هتكون كبيرة على الصينية التانية لما تحط عليها. هي هتبقى نص بس يكمل الفستان، فعلشان كده عملت الصينية دي مقاس 20 عشان هاخد الجزء اللي فوق ده بس زي ما انتوا شايفين كده. برضو هتوضح معاكم وانا بعملها دلوقتي. وتعالوا نعمل الكب كيك اللي مش هياخد منك 5 دقايق بالظبط. حطيت السكر والبيض، طبعا البيض حط عليه فانيليا سايلة بتقضي على ريحة البيض تماما، وحطيت الزيت وهحط اللبن. كل ده مع بعض هضربهم مع بعض لمدة 5 دقايق. هما ال5 دقايق دول بس اللي هيتعمل فيهم الكب كيك. كل حاجة على بعض بالشكل ده كده. وهضرب في الكبة. ممكن تعمليها في المضرب عادي أو المضرب الكهربائي، أو تضربيها حتى بالمضرب السلكي العادي. هسيب لكم المقادير بتاعة الكب كيك كلها في صندوق الوصف عشان ما لخبطكوش معايا. بعد 5 دقايق بيكون القوام تقل شوية وبيكون السكر داب خالص. هبدأ بقى أحط المقادير الجافة على المقادير السائلة، او العكس، بس انا عشان ما كنتش هنا نخلت الدقيق بالبيكنج باودر، فقلت بقى هنخله على المقادير السايله واديله لفه كده بالكبه على طول. بيجهز معايا وبيكون هش جدا وتحفه وهتشوفوه معايا دلوقتي. زي ما قلت لكم هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف عشان بس ما انساهاش، لان انا بعمل طبعا مقادير على طول ال4 بيضات وال6 بيضات وكده. فمش حافظة قوي مقدار اللي هو البيضتين ده. انا طبعا كنت قاسمة المقدار وكاتبة المقادير جنبي، فعشان كده هكتبها لكم برضو في صندوق الوصف. بعد ما حطيت بقى الدقيق كده هديله لفة واحدة بس في الكبة. فطبعا انا ما كنتش حاطة السكينة ومستنياها ان هي تلف. بقول لكم هو كان يوم الموكوسين سواء كب كيك او تورتة. بعد كده حطيت السكينة ويا دوبك لفة واحدة بس كده الدقيق يختلط مع بقية المكونات. هجيبه من تحت كده بالمضرب السلك برضو عشان لو في اي حاجة تحت. وبعد كده هحطه في صينية الكب كيك. المقدار ده عمل معايا 9 بالظبط كب كيك. حلو جدا ومقاسه كبير. انا كنت حاطة هنا 8 ورقات وبعد كده لقيته برضو يكفي واحدة كمان فزودت واحدة كمان. بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 وبياخد 20 دقيقة بالظبط ويطلع معاكي احلى كب كيك. شايفين جميل ازاي؟ نفش وتحفة ومن جواه بقى قطني كده وخطير. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. شايفين من جوه عامل ازاي؟ طبعا انا ما بحطش عليه اي كريمة ولا اي حاجة غير لما يبرد تماما. هنعمل دلوقتي الكريمة اللي هنحشي بيها التورتة. انا هنا كنت هحشي تورتة تانية كمان مع التورتة دي، فعشان كده عاملة كوبايتين كريمة. لكن لو هحشي التورتة دي بس هاخد كوباية كريمة وعليها معلقة سكر واحدة، وعليها كوباية ونص او كوبايتين الا ربع مية ساقعة متلجة. وبعد ما بيتضربوا هحط عليهم الشوكولاتة اللي هي 200 جرام لكل كوباية. 200 جرام شوكولاتة بدوبهم مع 100 جرام مية. وبسيبهم يبردوا خالص قبل ما احطهم على الكريمة بتاعتي. بس انا هنا عاملة المقدار كبير شوية علشان كنت بعمل تورتة تانية، بس علشان كنت عاملاها معاكم قبل كده على القناة مرضتش اعملها تاني، كنت عاملاها قريب يعني. هضرب بقى الكريمة قبل ما احط موس الشوكولاتة. لو عايزة بقى ما تحطيش موس الشوكولاتة يبقى هتظبطي السكر بتاعك. هتحطي مثلا ربع كوباية سكر على الكوباية الكريمة. وهتحطي معلقتين مثلا كاكاو بس تكوني نخلاه، ويكون نوع حلو برضو عشان يدي طعم حلو. ممكن تحطي معلقة نوتيلا علشان تحسني الطعم بتاعها.
بتدي طعم حلو قوي برضو مع الكريمة لو انت مستخدمة كاكاو بس. تمام. هنا بحط بقى الجناش بعد ما برد معايا، اهم حاجة يكون برد علشان بس ما يسيحش الكريمة. وهضربها تاني لحد ما تدي القوام المظبوط واللون. شايفين اللون بتاعها حلو ازاي؟ بستخدم شوكولاتة سما اللي هي السادة. هي اي نعم الكاكاو بتاعها ما عادش عاجبني قوي اليومين دول، بس هي كسعر وكقوام وطعم برضو هي كويسة. لان انا جربت كنت هجيب سويفاكس، لقيت القالب 395 تقريبا او 400 حاجة زي كده. القالب بتاع السما ب325، ففرق برضو، وانا مش عايزة ازود تاني في الاسعار بتاعتي، عايزة الاسعار برضو تتظبط شوية. ممكن اجرب بقى الفترة اللي جاية كواليتي، لان انا جربت منها اللي هي الكيوبس الصغيرة دي اللي بالحليب تحفة جدا. ان شاء الله هجيب السادة برضو واجربها واقول لكم رأيي فيها، لو كده نشتغل بيها. هي حاجة كواليتي بسم الله ما شاء الله تحفة جدا، سواء صوصات او مربى حليب او اي حاجة جربتها من كواليتي جميلة جدا بصراحة. انا كده قطعت الكيك خلاص. هحط بقى الكيك اللي هي الهاف بول على التانية علشان تديني شكل الفستان. هبدأ بقى احشي الكيك وهقول لكم على كذا حاجة المفروض ان انتوا ما تقعوش فيها زي ما انا وقعت فيها كده. او بمعنى اصح انا ما كنتش اصلا هقبل الاوردر، لاني كنت بشتغل قبلها عروض. يعني يوم الخميس كان عندي عروض وكده اللي هي التورت المقاس ال20 اللي انا بنزلها معاكم على القناة. فبعد كده انا باخد يوم الجمعة والسبت اجازة، يعني باخد يومين اجازة بعد يوم الشغل ده علشان ارتاح وكده، علشان ظهري وايدي وكده يعني. لكن لما العميلة طلبت التورتة الشكل ده فانا مرضتش اقول لا، قلت لا ازاي اقول لا، انا عايزة اصورها للقناة وكده وفكرة جديدة. واصلا فكرتها تحفة جدا وكنت عايزة انفذها من زمان، بس هي جت في الوقت الغلط بصراحة. دلوقتي انا حشيت التورتة وبدأت ان انا اجلس فيها. المفروض ان انا احشي طالما تورتة عالية كده بالشكل ده، احشيها واحطها في التلاجة تمسك نفسها خالص، وبعد كده ابدأ اجلس فيها علشان ما تعملش زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده كمان شوية. هتميل طبعا وهتتحرك من مكانها، هتبدل الدنيا. المفروض ان كل حاجة تاخد وقتها. انا يومها عايزة اقول لكم كنت تعبانة من الشغل اللي قبلها، وكمان كنت نزلت اعزي صحابي، كان باباهم توفى يعني وكده، الله يرحمه يا رب. وبعد ما رجعت بدأت ان انا كنت عاملة الكيك قبل ما انزل على طول وتعبانة جدا، ورجعت بدأت ان انا احشي واجلس في نفس الوقت زي ما انتوا شايفين كده. المفروض كل حاجة تاخد وقتها علشان بس تمسك نفسها وتقدري تجلسيها. شايفين اتحركت من مكانها ازاي؟ مع ان حاطة دعامة في النص، بس برضو كانت المفروض تمسك نفسها في التلاجة شوية. فحطيت دعامة تانية علشان تمسكها برضو واخلص. مفيش فايدة يعني، هو خلاص اللي في دماغي في دماغي، ولازم التورتة تخلص النهاردة، لان كانت هتسلم تاني يوم بدري، ومش هلحق اشتغل فيها خالص. في غلطة تانية كمان برضو هقول لكم عليها واحنا شغالين مع بعض كده، علشان لو حبيتوا تنفذوا التورتة دي يعني ما تقعوش فيها برضو. دلوقتي عايزة اسيح الشوكولاتة اللي هصبها عليها، وهرجع اخلط عليها شوية من النوتيلا. بس ما عنديش الوان زيت، فاخدت قطعة كده من الشوكولاتة الزرقاء اللي شفتوها دي، فخلطتها مع الشوكولاتة البيضاء عشان تديني اللون اللي انا عايزاه. لو عندك لون زيت يبقى تمام قوي، هتحطي اللون الزيت وتخلطيه مع الشوكولاتة وتسيحيها. لو ما عندكيش وعندك شوكولاتة زرقاء زي ما انا عندي كده، هتاخدي قطعة منها وتلوني. وطبعا عايزة اللون غامق هتزودي الشوكولاتة، عايزة اللون بقى وسط، يعني انت متحكمة في اللون بتاعك حسب قطعة الشوكولاتة اللي هتاخديها تلوني بيها. لكن ما ينفعش نلون الشوكولاتة لما نكون عاملينها بالزيت مش عاملينها جناش، ما ينفعش نلونها خالص بألوان جل عشان هتقفش مننا، هتقفش ومش هتعرفي تستعمليها خالص. حطيت عليها معلقتين نوتيلا زي ما شفتوا كده ومعلقتين من الزيت، وحان وقت الفزلكة. انا دلوقتي حطيت الفاكيوم. هو المفروض ان انا احط اي حاجة مدورة كده تكون زي ما انتوا شايفين كده، علشان تمنع الشوكولاتة ان هي تنزل على تحت تتسرب على تحت. فطبعا هي كانت عالية فقصيتها. المفروض بقى ان انا اخد الفاكيوم ده اغرزه شوية في الكيك علشان بس ما يتحركش زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا ما لحقتش خالص اعمل اللي انا عايزه اعمله بصراحة، لقيتها تزحلق مني. زحلقت الشوكولاتة قبل ما اعمل اللي انا عايزاه. المفروض تغرزوها بس شوية كده، حاجة بسيطة في الكيكة علشان تفضل ماسكة نفسها لحد ما تصبوا الشوكولاتة براحتكم خالص. تمام. وتنزل مظبوطة.
أنا بالنسبة لي لو ما كنتش حطيتها خالص وكنت صبيت الشوكولاتة كانت هتيجي مضبوطة أكتر من كده. بس هي فكرتها إن أنتِ تكوني بتصُبّي الشوكولاتة وفي نفس الوقت بتحطّي glitter. أنا هنا حطيت dust لإني إيه، متفزلكة، فحطيت dust قُلت هيبقى شكله جميل وبيلمع وكده. هو كان شكله حلو بصراحة مش وِحِش يعني، بس الglitter كان هيدّي شكل أحلى بكتير لإنه مش هيدوب مع الكريمة زي ما أنتم شايفين كده، كان هيدّي لمعة تانية وشكل تاني خالص. فطبعًا لو اتطلبت منّي تاني هاجيب glitter مش هاحط dust. وهاضبّط الدنيا وهاحشيها قبلها واحطها في التلاجة تاخد وقتها، علشان كل حاجة بتاخد وقتها بتكون أحلى بكتير. وده الcupcake جِهِز معايا، أنا عملته معاكم قبل كده على القناة، الكريمة بتاعته، هاحط لكم برضه الlink في صندوق الوصف، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم وأشوفكم على خير.